ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل روتين مع بعض خفيف قوي، نغسل شويه مواعين كده اهوت. على فكره انا ما بخليش مواعين في المطبخ خالص، علشان على طول ايدي وانا بعمل الاكل ايدي في المواعين. ما بخليش مواعين دول مثلا بيبقوا مثلا، انا ما بحبش احط حلل الاكل في التلاجة. بحب دايما افضي الاكل، الحلل اللي انا عملت فيها اكل افضيها في حلل التلاجة واحطها في التلاجة. ما بحبش الحلل احطها في التلاجة خالص. بصراحة اللي معوداني على كده هوت، يعني ربنا يديها الصحة والعافية، حماتي اللي معوداني على الموضوع دوت. الحلة اللي اطبخ فيها ما ينفعش ان انا احطها في التلاجة، وما ينفعش اصلا التلاجة يتحط فيها حلل. فدايما احط الاكل انقله من الحلل للعلب بتاعه التلاجة واحطها في التلاجة. فانا بصراحه متعوده على الموضوع دوت منها، وفعلا اريح واحسن بكثير. المهم كنت عايزه بقى ايه، جايه لكم في موضوع تاني خالص. واحده بعتالي بتقولي ان هي عندها اختها وباباها ومامتها متوفيين. باباها كان متوفي من الاول، وبعد كده مامتها بقى لها سنه متوفيه، ومفيش الا هي واختها بس، ما عندهمش اخوات، وعايشين في شقه تمليك. بس يعني هم اصلا مش مبسوطين ماديا ولا اي حاجه. واختها ديت اصغر منها ب5 سنين، وهي مخطوبه بقالها 3 سنين من قبل ما مامتها ما تتوفى. وعايزه واختها بتقول لاختها بقى الكبيره، انا ايه، ان هي عايزه تتجوز خطيبها دوت في الشقه اللي هم فيها ويعيشوا مع بعض. فهي مش عارفة تعمل ايه. هي مش عارفة هي توافق ولا ما توافقش. فهي بتقول لها ازاي يعني هيعيش معانا في نفس الشقة؟ انت كده بتقيدي حريتي انا. قالت لها ايه، قالت لها انا هو مش قادر ومش عارف يعمل اي حاجة ومش عارف يجيب اي حاجة، وبقاله 3 سنين على هذا الحال، والشقة دلوقتي كبيرة وواسعة وفاضية ومبقاش في حد الا انا وانت فيها. فاكيد يعني انا مش هتجوز وهسيب لك الشقة دي كده كده بتاعت انا وانتي، مش بتاعتك لوحدك. المهم راحت قالت لها طب سيبيني افكر في الموضوع. فهي بتاخد رأيي في الموضوع دوت، ان هي توافق ولا ما توافقش. هي توافق ان هي تخلي اختها فعلا تتجوز معاها في الشقة، ولا لا ما توافقش. انا بصراحة مش عارفة. بصوا انا بصراحة بخاف ادي رأي لحد. فطبعا اكيد اللي بيسألك على حاجة دوت، ولا بياخد رأيك لحاجة، اكيد هيعمل بيها، او مثلا 70-80% ممكن يعمل فيها. فبخاف ان انا اشيل ذنب حد، انتوا فاهمين قصدي؟ فانا اقوم قايله لها ايه بقى لما حد بيجي لي ويقول لي على حاجه، على مشكله عنده. انا بصراحه اقول لها لا، بصي انا هقوله في الفيديو، وهم المتابعين او اللي سمع الحكايه هو يكتب لك حلها. ليه؟ ان كل واحد له وجهة نظره. انت فاهمه يعني، فاهمين قصدي؟ كل واحد له وجهة نظره. فانتوا قولوا لها ده صح ان هي ينفع تعيش مع اختها، تخلي اختها تتجوز وتعيش معاها في نفس الشقة، ولا ترفض وما توافقش بحاجة زي كده دوت. وجوز اختها دوت لا مسؤول ان هو يجيب لاختها شقة. ولو عملت كده هو، طب ما اختها بتقول لها الشقه دي مش بتاعتك لوحدك وانا ليا فيها، ان دي شقه تمليك. بصوا ادوها انتوا رايكم، واكتبوا لها رايكم. بس بالله عليكم كل واحد يقول يعني رايه صح، ما يقولش مجرد كلام عشوائي كده وخلاص. ان الناس فعلا بتعمل بكلامكم. وعايزه اقول لكم المشكله اللي هي بتاعت الام اللي اللي هي تسيب عيالها ولا ما تسيبش عيالها مع جوزها ومع ضرته ومع مراته ديت. فعلا هي فعلا والله العظيم عملت بموضوعكم وكتبت لي، وفعلا سابت ال3 عيال مع عيالها، يعني مع